بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهارده بإذن الله هيبقى تطبيق عملي على معظم الحاجات اللي احنا شرحناها. هنجيب شخصية بسيطة ونبدأ نرسمها ونلونها ونعمل لها ربط بالبون لاير. أول حاجة إن أنا لازم نعمل امبورت للشخصية بتاعتنا من نيو لاير. هختار ايمج وهختار شخصية دبوسية. هسيب لك الفايل ده مرفوع تحت عشان تقدر تشتغل معانا. هنا بيقول لك أنت عايز تدخل فايل الفوتوشوب ده اللايرات بتاعته منفصلة، ولا تعمل دمج لللايرات، ولا تعمل تحديد للايرات معينة أنت عايز تدخلها. احنا هنا هندخل كل اللايرات بس بشكل منفصل. هختار individually. هنا دخلت الشخصية اللي موجودة معانا. هنلاحظ إن الشخصية اللي موجودة معانا متقسمة على اللايرات: لاير القدم، لاير الحوض، لاير الدراع. وأنا هنا راسم الراس مع الصدر على لاير واحد. أول حاجة عشان أبدأ أرسم الشخصية اللي موجودة معانا هعمل نيو لاير، وليكن أنا هبدأ أرسم الراس. ممكن أسميه هيد واضغط انتر. أول حاجة هستخدم أداة اد بوينت وأبدأ أمشي بالنقاط على الراس اللي موجودة معانا. بضغط وأسحب بالشكل ده. هختار أداة الكيرفس. هظبط الكيرفز الخاصة بالنقاط ونظبط أماكنها. ممكن أستخدم شورتكات بتساعدني في الشغل بسرعة: حرف السي لأداة الكيرفس وحرف التي لأداة ترانسفورم وبوينتس. بتنقل بينهم بسرعة بالشكل ده. كده أنا رسمت أول حاجة راس على اللاير الخاص بيها. هعمل نيو لاير وليكن هنسميه شيست، نرسم عليه الصدر بتاع الشخصية. بضغط وأسحب. عشان أربط النقطتين دول هضغط انتر. هضغط سي، أظبط الكيرفس وأظبط مكان النقطة. ممكن نشيل النقطة دي. هعمل سيلكشن على النقطة واضغط ديليت. كده تقريبا ظبطنا الشيست. هعمل نيو لاير ونرسم عليه الحوض. ممكن نسميه كده حوض. ممكن نحط كده على طول النوع على شكل دايرة. ممكن أجيب الدايرة وألغي لون الفيل ولون الستوك وأرسم دايرة وأبدأ أظبطها بالشكل ده. كده رسمنا الحوض. نبدأ نرسم القدم. طبعا التصميم بتاع الشخصية دي بسيطة، فأنا بقدر أرسم كذا حاجة على لاير واحد. لو الشخصية معقدة برسم كل حاجة على لاير منفصل. بضغط وأسحب لحد ما أربط النقاط. هضغط انتر، أضغط سي، أقلل الكيرفز هنا. كده تمام. هبدأ أرسم الجزء اللي تحت. هضغط سي. أغير أماكن النقاط. نبدأ نرسم آخر جزء.
نيجي نرسم آخر حاجة وهو الدراع اللي موجود معانا. هعمل نيو لاير واسميه أرم، اد بوينتس، وابدأ ارسم. لو انت بدأت تستخدم الشورت كاتس اللي موجودة معانا هتلاقي الرسم بقى أسهل. قلنا حرف السي بقدر أظبط منه الكيرفز الخاصة بالنقاط، وحرف التي اللي هي الترانسفورم بوينتس بقدر أظبط بيه أماكن النقاط. لما بتنقل منهم بالشورت كاتس بيديني تحكم أسرع وأنا شغال. هرسم الجزء التاني من الدراع. نرسم آخر حاجة وكف الإيد. كده رسمنا الشخصية اللي موجودة معانا على لايرات منفصلة. نبدأ نلون الشخصية اللي موجودة معانا. نيجي بأداة كرييت شيب وأكون واقف على اللاير الخاص بالراس وأعمل سيلكشن، ونبدأ من هنا نختار اللون اللي هنلون بيه. نختار لون عشوائي وليكن اللون ده. أول حاجة إن أنا أعمل تأكيد هنا إن أنا بلون لون الفيل ولون الستوك وأضغط انتر. كده أنا عملت تلوين للراس اللي موجودة معانا. ندخل على الصد. أول حاجة أقف على اللاير الخاص بالصد، أعمل تحديد وأضغط انتر. لاير الحوض نفس الفكرة. لاير القدم بعمل سيلكشن على النقاط واضغط انتر. نيجي للاير الدراع نفس الفكرة. كده أنا ممكن أخفي اللاير اللي أنا جايبه من الفوتوشوب، ده كان الريفرنس بتاعي اللي أنا برسم عليه. تعالوا بقى نرتب اللايرات اللي موجودة معانا، لأن في المفروض لايرات تبقى فوق لايرات. يعني الدراع اللي موجود معانا هنا لازم يكون فوق كل اللايرات. هنخلي الدراع أول حاجة فوق، هنخلي بعده الراس، وممكن نخلي الشيست. بعد ما عملت ترتيب اللايرات هنلاحظ إن إحنا راسمين دراع واحد ورجل واحد. ممكن أعمل دبلكيت للدراع، والدراع التاني ده لازم يكون تحت الصد. هاخد لاير الدراع واحطه تحت الصد. هو لاير الدراع التاني هنا موجود معانا، بس الفكرة ان اللايرين فوق بعض، فانا هنا ممكن اعمل تغيير للاير الدراع. غيرت الدراع كده حاجة بسيطة، وممكن نغمق لونه كمان للتوضيح بس مش اكتر. نختار لون اغمق سنة عشان تبقى الفكرة واضحة. يبقى انا كده عندي اول حاجة لاير الدراع اللي فوق، لاير الراس، لاير الشيست، لاير الدراع اللي موجود من جوه اللي هيكون ورا الصدر. تاني حاجة هنعمل دبلكيت للاير الرجل اللي موجود معانا، واللاير التاني ده المفروض يكون تحت الحوض. تعالوا كمان نغير مكانه. هعمل سيلكشن على النقط وهحرك النقط كده حاجة بسيطة. ممكن كمان نغير اللون، نختار نفس اللون ده بأداة الاي دروبر كده اللي هي غير لي اللون معاه. يبقى هتلاحظ هنا ان انت عندك الرجل دي فوق الحوض وفي رجل تانية ورا الحوض. تاني حاجة عايزين نحط اللايرات اللي احنا كونا منها الشخصية جوه جروب لاير. وانا واقف على لاير القدم ممكن اضغط شيفت واضغط على لاير الارم، فهو كده عمل لي سيلكشن على كل اللايرات اللي موجودة معايا. وممكن من نيو لاير اختار جروب والسيلكشن، يعني هيعمل لي جروب لاير ويدخل فيه اللايرات اللي انا عامل لها سيلكشن. وممكن نسميها مثلا كاركتر. كده احنا كونا الشخصية اللي موجودة معانا.
ممكن بس نصغر حجمها وأنا واقف على الجروب لاير، أبدأ أغير السكيل بتاعها واقف هنا. بالشكل ده أعتقد مظبوط. دلوقتي أنا عايز أعمل بول لاير، عايز أربط الشخصية اللي موجودة معانا بعظام عشان أبدأ أحركها على خط الزمن. ممكن أقف هنا وأضغط كليك اليمين على جروب الكاركتر، وهلاقي هنا convert to bone. convert to bone يعني أنا بقول له حول لي الجروب لاير ده معايا للاير عظام. أول ما بضغط هنلاقي هنا اللاير اتحول لعظام وظهرت لي أدوات العظام. دلوقتي أدوات إنشاء العظام دي اللي أنا هستخدمها عشان أعمل العظام اللي هربط بيها الشخصية اللي موجودة معانا. أولا الريج هو مش حاجة محفوظ، الريج معناه إن أنا أربط الشخصية اللي موجودة معايا بالعظام. الريج ده ملوش قاعدة ثابتة، يعني في واحد ممكن يعمل عظام كده، يقول لك مثلا أنا هعمل أول عظمة همسك بها الشخصية هنا، في واحد تاني يقول لك لأ أنا عايز أعملها من الجنب ده. فهو ده حاجة مش محفوظ، كل واحد ومزاجه. إحنا هنستخدم أسهل الطرق. أول حاجة هنشئ عظمة هربط بيها كل العظام اللي موجودة معانا، يعني دي هتكون العظمة الأبوية لكل العظام اللي موجود. تاني حاجة هنشئ عظمة للحوض هنا، بضغط واسحب. وهنشئ عظمة للصدر، وعايزك تفتكر أبوية العظام. لو أنت فاكر كده معايا فإن المفروض إن العظمة الجديدة اللي أنا بنشئها بترتبط بشكل تلقائي بالعظمة اللي معمول لها سيلكشن اللي لونها أحمر. يبقى بالمنطق المفروض العظمة الخاصة بالراس تكون مرتبطة بعظمة الصدر. طب أنا دلوقتي عايز أرسم عظام الدراع. عظام الدراع اللي موجود معانا المفروض تكون مرتبطة بعظمة الصدر مش بعظمة الرأس. يبقى هضغط ألت وأعمل سيلكشن على عظمة الصدر وأبدأ أرسم عظمة الدراع بالشكل ده، وعظمة الساعد، وعظمة الكف. عايزين نرسم دلوقتي عظام الدراع اللي جوه. طب أنا دلوقتي مش شايف الدراع، ممكن أخفي لاير الدراع من فوق وأعمل سيلكشن على عظمة الصدر، أضغط ألت وأضغط عليها. وممكن كمان أخفي الصدر وأبدأ أرسم عظام الدراع اللي من جوه، بضغط وأسحب واضغط واسحب واضغط واسحب. ممكن كمان عشان اسهل الشغل اللي موجود معايا لو تفتكروا ان انا ممكن اعمل تلوين للعظام. ممكن هلون عظام الدراع اللي من جوه، هحدد العظام، هضغط على العظمه واضغط شيفت واحدد العظمه الثانيه، نفس الفكره هحدد العظمه الثالثه. وممكن نعمل لون مميز للعظام مثلا وليكن اللون الازرق. يبقى انا كده عشان عرفت ان العظام اللي لونها ازرق هي عظام الدراع اللي من جوه، عشان وانا بحرك الشخصيه ما اتلخبطش بين العظام. هفعل كده اللايرات تاني. نبدأ نرسم عظام الرجل. عظام الرجل لازم تكون مرتبطة بعظام الحوض. يبقى أول حاجة هعمل سيلكشن على عظمة الحوض، أضغط ألت وأضغط عليها وأبدأ أرسم وأرسم العظمة كده. ممكن أغير مكانها كده. رسمت عظام الرجل اللي موجودة معايا فوق. عايزين نوصل للرجل اللي هي موجودة جوه. ممكن أخفي اللي هي الرجل اللي من فوق، فوت. هعمل سيلكشن على اللي هي عظمة الحوض، وممكن أخفي كمان الحوض. كده أنا وصلت للرجل التانية اللي موجودة معانا. هضغط وأسحب سامع حد بيقول ممكن كمان نعمل تلوين للعظام الخاصة باللي هي الرجل اللي موجودة جوه عشان نميزها. ممكن نختار اللون الأخضر وهظهر الليرات اللي موجودة معانا. كده هنلاحظ إن أنا عملت هيكل عظمي للشخصية اللي موجودة معانا. دلوقتي لازم أربط كل جزء من الشخصية بالعظام اللي موجود. أول حاجة هعمل تحديد للعظام اللي موجودة معانا، وهلغي المجال المغناطيسي الخاص بيها لأن أنا مش عايز العظام ترتبط بالمجال المغناطيسي، وإحنا وضحنا الفرق بينهم في الحلقة اللي فاتت. هخلي المجال المغناطيسي للعظام صفر، بضغط واسحب شمال، أو ممكن أضغط من هنا صفر على طول، لأن أنا هربط كل جزء من الشخصية بعظمة خاصة بيها. نبدأ بالدراع. أول حاجة هكون واقف على غير الدراع وأعمل سيلكشن على العظمة الخاصة بالدراع،
وهنا لاحظنا الفرق بين تلوين الألوان. لو أنا مش ملون العظمة اللي من جوه كنت هتلخبط أنهي عظمة فيهم اللي مربوطة بالدراع اللي من بره. أول حاجة عملت سيلكشن من إن أنا ضغطت على العظمة. تاني حاجة هحدد النقاط واضغط بايند بوينتس. نفس الفكرة هعمل سيلكشن على العظمة واحدد النقاط واضغط بايند بوينتس. نفس الفكرة بالنسبة لكف الإيد، هضغط واعمل سيلكشن واضغط بايند بوينتس. ندخل على layer الرأس زي ما انتم حافظين، سيلكشن على العظمة، تحديد للنقاط واضغط بايند بوينتس. نفس الفكرة بالنسبة للصد. ندخل على الدراع اللي من جوه، هعمل سيلكشن على العظمة الملونة اللي موجودة معانا وتحديد للنقاط واضغط بايند بوينتس. نفس الفكرة. لو انا دلوقتي مش عارف اعمل سيلكشن على انهي عظمة فيهم، ممكن اعمل زوم، هلاقي العظمة اللي موجودة دي هي اللي مش ملونة. عملت لها سيلكشن واحدد نقاط واضغط بايند بوينتس. ندخل على الحوض، سيلكشن على عظمة الحوض واحدد النقاط واضغط بايند بوينتس. نيجي للاير الرجل اللي موجودة معانا جوه. أول حاجة أعمل سيلكشن على العظمة الملونة وأعمل تحديد للنقاط واضغط بايند بوينتس. نفس الفكرة. هعمل تحديد على العظمة الملونة هنا، هعمل زوم عشان أوضح الفرق بين العظمتين، أختار العظمة الملونة وأعمل تحديد للنقاط، وأهم حاجة أكون واقف على اللاير اللي أنا عايز أربطه بالعظام واضغط بايند بوينتس. تعالوا كده نجاوب العظام اللي موجودة معانا. أهم حاجة تجاوبها وأنت واقف على الفريم رقم 1. بعدها ترانسفورم بوينتس. نبدأ نحرك كده نشوف العظام. ده تمام. الدراع التاني، جيت أحرك الدراع لقيت فيه مشكلة إن العظمة دي مش مرتبطة بالكف الإيد اللي هنا. تعالوا نرجع نظبطها. هحذف مفتاح الحركة ده وأرجع نقف على لاير الدراع اللي من جوه وأعمل تحديد على العظمة وأعمل سيلكشن على النقاط وأضغط بايند بوينتس. تعالوا نجرب تاني كده. هقف على الفريم رقم 1. الدراع ده قلنا تمام. الدراع التاني تمام كده. الدراع معانا كويس. نشوف الصدر. الصدر بيتحرك معانا تمام. حركة الراس تمام. تعالوا نشوف حركة الرجل. تمام جدا. تعالوا نشوف حركة الرجل التانية. تمام. دي بقى العظمة اللي بقدر من خلالها إن أنا أتحكم في كل الشخصية. لو أنا عايز أنقل الشخصية كلها من مكانها بمسكها من العظمة دي. يبقى أنا كده رسمت الشخصية وعملت تلوين للشخصية وربطتها بالهيكل العظمي اللي موجود معانا، وربطت كل جزء من الشخصية بالعظمة الخاصة بيها اللي أنا عايز أحركها بيها. هنا بقى تيجي معانا ملحوظة مهمة، عايزك كده تلاحظ معايا. هو منطقي وأنا بحرك الشخصية أول ما أمسكها كده تكون الشخصية عايمة معايا. يعني أنا دلوقتي لو أنا بمشي الشخصية على الأرض هنا تبقى عايمة معايا كده تطلع وتنزل، ده مش شيء منطقي. في حاجة هنا اسمها التارجت بور. تعالوا كده نشوفها. أول حاجة هعمل إنشاء لعظمة مش مرتبطة بأي عظمة، أتأكد إن أنا مش عامل سيلكشن ومفيش أي عظمة لونها أحمر، وأعمل إنشاء لبون لاير في المكان ده. بضغط وأسحب، والعظمة دي بالذات ممكن نسميها تارجت 1، وهقول لك إحنا بنسميها ليه دلوقتي. وممكن نعمل إنشاء لعظمة تانية عند لاير الرجل اللي موجودة جوه، بس أهم حاجة قلنا نتأكد إن إحنا مش عاملين سيلكشن على أي عظمة. وهسمي العظمة دي تارجت 2. وممكن كمان نعمل لها تلوين عشان تكون نفس لون الرجل من جوه باللون الأخضر. طب اشمعنى بقى العظمتين دول اللي إحنا سميناهم؟ تعالى كده شوف الفكرة اللي موجود معايا.
أول حاجة هاعمل سelection على العظمة بتاع الرجل هنا، ومن الأوبشنز اللي هنا هنلاقي معانا كلمة target. شوف هنا الفكرة، هتلاقي العظام متسمية B1 B2، فأنا عايز أوصل لعظمة الtarget، يعني أنا كده باقول له أنا عايزك تربط العظمة دي بالعظمة الtarget اللي أنا عاملها، وليكن أنا مسميها target 1. كده أنا عملت ربط لعظام الرجل بعظمة target 1. نفس الفكرة بالنسبة للرجل التانية، هاعمل تحديد على العظمة هنا، ومن الأوبشنز وtarget اللي موجودة معايا هنا هاختار target 2 واختار close. أنت دلوقتي كنت أول ما بتحرك الشخصية بالعظمة الأساسية اللي موجودة معاك هنا، الشخصية كلها بتتحرك. شوف دلوقتي الشخصية مرتبطة بالعظمتين دول، مش بيطلعوا ولا بينزلوا. وهتلاحظ معاك هنا حاجة تانية مهمة، أنت مش هتعرف تحرك الرجل بالعظام دي، لازم تحرك الرجل بعظمة الtarget. يعني أنا باضغط على العظمة بتاع الtarget، باقدر من خلالها إن أنا أحرك الرجل اللي موجودة معانا كلها. نفس الفكرة هنا، يبقى أنا مسكت الرجل كلها بعظمة الtarget، بحيث لو أنا عايز أسقط الشخصية وتفضل واقفة على الأرض، باضغط وأسقط الشخصية. وعايزك تلاحظ معايا هنا حاجة مهمة، وليكن عايز أنزل الشخصية كده. شوف الجزء اللي موجود معاك هنا بتاع كف الرجل، شوف بيسقط معاك إزاي. لو أنت عايز الجزء ما يسقطش معاك بالشكل ده، ممكن تعمل سelection على العظمة واضغط شيفت واعمل سelection على العظمة التانية، واختار من هنا الأوبشن ده، خلى الحركة بتاع العظام دي مستقلة. يعني العظمة دي هتتحرك لما أنت تحركها كده. تعالوا كده نشوف بقى الفكرة دلوقتي. لو أنا جيت أسقط الشخصية، شوف الشخصية بقت ثابتة، والتحكم كامل على الرجل من هنا، من العظمتين اللي أنا عملت لهم إنشاء. وكده أقدر أقول لك ألف مبروك، أنت رسمت أول شخصية معاك على برنامج موهو. بداية من إن أنت رسمت الشخصية وعملت لها تلوين وأنشأت الهيكل العظمي الخاص بالشخصية، وربطت كل جزء معاك في الشخصية بالهيكل العظمي بشكل صحيح، وتقدر تتحكم في الشخصية اللي موجودة معاك بشكل كامل. إن شاء الله هسيب لكم في الوصف ملف الشخصية فوتوشوب عشان تاخده وترسم عليه، وهسيب لك ملف موهو لو أنت عايز تراجع الشغل أو عايز تبص على أي حاجة، فالملف يكون زي ريفرنس معاك. وبإذن الله الحلقة الجاية هنتكلم إزاي نعمل حركة المشي للشخصية اللي موجودة معانا دي. إحنا دلوقتي عايزين الشخصية تمشي معانا، بإذن الله هنتكلم عنها بالتفصيل الحلقة الجاية. أتمنى تكون الدروس سهلة وبسيطة وممتعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.